هخليكي تعمليها وهخلي لونها احمر ومن غير مجهود ولا اي افتكاسات خالص. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدنا محمد. زي ما انتم شايفين احنا عاملين كمية حلوة قوي قوي، وطبعا هي مالية السوق. ويلا بينا نبدأ الفيديو. اول حاجة هكون مجهزة معايا عداية من الطماطم، هتلاقوها رخيصة قوي قوي في السوق، روحوا اشتروها من دلوقتي قبل رمضان. زي ما انتم شايفين هنبتدي ان احنا كده نفتح الكياس بتاعتنا، وهتجيبوا اي حاجة كبيرة تنزلوا فيها بكيسة كيسة. طبعا هنركن كيسة على جنب وهننزل بكيسة واحدة. وزي ما انتم شايفين اللهم بارك، حاجة كده يعني حمار وحلاوة زي ما بيقولوا، ما فيهاش ولا واحدة والله خضرة. هنبتدي اول حاجة ننزل ان هي نغرقها مية ونغسلها كويس جدا جدا، ماشي. وبعد ما احط عليها المية كده هاخدها تحت الحنفية اغسلها تاني وارجع لكم. اهم حاجة ما تروحوش في حتة، وحطوا لنا لايك صغير كده. وطبعا لو ما اشتركتوش معانا يا ريت تشتركوا معانا وتحطوا لنا تعليق وتقولوا رايكم في الطماطم. يلا بينا نبدا. زي ما انتم شايفين انا هبتدي ان انا اخرطها حتت عشوائيه، مش هكون اقسمها نصين، لا قطعيها حتت عشوائيه. وطبعا ولا هنصفيها ولا اي حاجه خالص، وهقول لك ليه، ماشي. زي ما انتم شايفين انا هبتدي ان انا اقطعها بالشكل ده، وهقطع الكميه كلها وارجع لكم تاني. اهم حاجه ما تروحوش في حته، وخليكم معايا لاخر الفيديو علشان تستفيدي منه، ماشي. وهتخزنيها عندك في الفريزر وهتكون عندك طول شهر رمضان. اللهم بارك. زي ما انتم شايفين انا جايبه نص كيلو من البنجر، انا ما بحبش اكتر عليها البنجر علشان خاطر هي اساسا حمرا، فمش مستاهله ان انت تكتري فيها البنجر. لكن لو هي خضرة بتجيبي حوالي كيلو او كيلو ونص من البنجر. زي ما انتم شايفين هننزل بالطماطم الباقيه، وهنبتدي ان احنا نخرطها في الحله. برضو اهم حاجه تكون حلل كبيره علشان خاطر تكفي الكميه بتاعتنا. انا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك عامله حلتين كبار. طبعا انا بشيل الحته القمع اللي هي فوق دي علشان دي ما بتكونش حلوه وممكن ما تاخديش بالك وتكون مسوسه، ماشي. وببتدي اجيب كميه البنجر الفاضله واروح نازله على الحله التانية، وهبتدي ان انا احطها على النار لمده ساعه. وانتي مخليه النار وسط، ما تخليهاش عاليه علشان ما تحرقهاش، ماشي بالشكل ده. وبعد كده هروح منزلاها على النار، يعني بعد ما بتاخد زي ما قلت لكم على النار هبتدي ان انا انزلها من على النار على طول. زي ما انتم شايفين كده نزلتها من على النار وسبتها تبرد. برضو بتسيبيها نص ساعة او ساعة لحد ما تبرد، وبعد كده بتضربيها في الخلاط بالشكل ده. هنضرب كمية، واهم حاجة تكون الكمية صغيرة علشان الخلاط بتاعك يستحمل. انا بقى بضرب كمية يعني بحب اضرب كده يعني شفشة الا ربع، ما بحبش املاه خالص علشان الخلاط طبعا ما يحصلوش حاجة. وببتدي ان انا اعمل الكمية كلها، وركزي شوية وانتي هتلاقي اللون بتاعها بسم الله ما شاء الله بقى احمر ازاي، من غير اي حاجة. يا دوبك بنص كيلو من البنجر بتعملي الكمية الكبيرة دي، ماشي. اهم حاجة لو وصلت معايا لحد هنا انا بأمنك بالله انك تنزلي تصلي على الحبيب المصطفى في التعليقات، ماشي. اهم حاجه دي حاجه مهمه جدا جدا. طبعا انتوا شايفين بسم الله ما شاء الله، بصوا التقل بتاعها والحمار حاجه كده اللهم بارك. ببتدي بقى اجيب اي كوبايه عندي، ماشي، وببتدي ان انا ادخل فيها الكيس كده. بتجيبي الكياس بتاعه التخزين اللي هي الكياس العاديه، مش لازما الكياس اللي هي يعني بفلوس اوفر، ماشي. ببتدي ان انا هعبي كميات كبيره في الكيس علشان خاطر ما تاخدش يعني ما تاخدش حاجه كتيره في الفريزر، تخش مكان كبير يعني. طبعا انت على حسبك انت عايز تعمليها على كل وجبة، ان انت مثلا بتحطي 4 مغارف او 5 مغارف بس وبتقفلي الكيس، لكن انا بحط اكتر، ماشي، علشان خاطر انا مش عايزة الفريزر يكون زحمة. ببتدي بقى اعمل الكمية كلها. انا بوريكم ده كيس صغير، وبصوا الكيس التاني الكبير بسم الله ما شاء الله. انا هعمل اكتر من كده كمان، ان انا هخلي الكياس يعني الربطة بس، هي الربطة بس ان انا هخليها مش اكتر من كده. لكن الكيس بسم الله ما شاء الله انا هحط فيه كله علشان دي كمية كبيرة. دي عداية من الطماطم. وروحي اسمعي كلامي وروحي دلوقتي اشتريها قبل رمضان، علشان خاطر هتيجي في رمضان هتلاقيها بصوا غالية مولعة. وطبعا زي ما طبعا بسم الله ما شاء الله ولا صفيناها ولا اي حاجه، وما تصفوهاش علشان كده انت كده اساسا يعني ما خليتيش فيها تفل نهائي، ماشي. زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله هي كميه كبيره حلوه. وكل سنه وانتم طيبين، اللهم بلغنا رمضان. وادعوا لي دعوه حلوه كده في التعليقات، واشوفكم في امان الله.